المرة دي بقى الحلم بدأ مختلف. هي صحيح نفس العربية بتاعة الحلم اللي فات، وسحر قاعدة نفس القعدة اللي كانت قاعداها، بس مش عارفة تعمل إيه في العربية. لو فاكرين، سحر ما بتعرفش تسوق. سحر بدأت تمسك المفتاح في إيديها ومش عارفة تعمل بيه إيه. بتدور على مكان تحط فيه المفتاح. من جهلها فتحت التابلوه، بس لقيته كبير أوي على إنه يكون مكان مفتاح. دورت في كل حتة لحد ما وصلت لمكان الكونتاكت، بس لأنها مش فاهمة أي حاجة في العربيات لفت المفتاح بطريقة غبية كسرته في الكونتاكت. حتى سحر وهي جاهلة بالعربيات فهمت إن في مشكلة حصلت وإنها مش هينفع تدور العربية. فتحت الباب، قربت بحرص من الشنطة. المرة دي ما كانتش محتاجة مفتاح، المرة دي مدت إيديها ناحية الشنطة، فتحت الشنطة لوحدها. كان فيها نفس الجثة بتاعت الحلم اللي فات. حتى وهي نايمة سحر كانت عارفة الجثة دي. كانت عايزة تعرف بقى مين دي، مين الجثة ده. لكن فجأة الجثة قامت من الشنطة. سحر خدت ثانية تفكر تعمل إيه والجثة بتقف. في الثانية دي كانت الجثة طلعت من الشنطة. سحر طلعت تجري. الموقف بقى كالتالي: سحر بتجري والجثة بتجري وراها. سحر كأنها عارفة المكان ده، بقت بتجري في أماكن حافظاها، بس واضح إن الجثة كانت شايفاها كويس إنه كانت بتجري وراها برضه. سحر افتكرت مكان في المكان ده. سحر جريت عليه عشان تدخله. سحر وصلت للباب، زقت الباب ما فتحش، زقته تاني، زقت التالت مفيش فايدة. سحر لفت مش لاقية في قدامها إلا الضلمة، تحاول بقى إنها تستكشف المكان، لكن فجأة بيظهر الجثة قدامها. وهوب، سحر بتصحى من غير ما تعرف برضه مين الجثة. سحر قامت لبست في ساعتها، راحت المبنى اللي هي كان في الكاروس، كان مبنى الجامعة اللي هي قعدت فيه 7 سنين. حكم سحر عشرية، خدت سنة في سنتين مع آخر سنة خلصته هوب هوب. كل اللي قابل سحر يسلم عليها، وهي كمان كانت بتسلم عليهم بس مش نفس الطريقة. مشيت في الأماكن اللي كانت بتحلم بيها في الحلم، وصلت لحد الباب اللي كان مقفول في الحلم، حاولت تزقه وتفتحه لكن كان مقفول. لفت تدور على حد يفتح لها الباب، ما لقيتش حد. الكلية بقت مدينة أشباح. فهمت بقى إنها لسه بتحلم وكانت مستنية. زي ما توقعت الجثة ظهرت قدامها بالظبط، وهوب، المرة دي صحيت سحر بجد بقى. بس ما كانتش فاهمة حاجة، هي عايز تعرف مين الجثة. بس دلوقتي في أسئلة زادت، يعني إيه علاقة الكلية بالعربية بالجثة بالباب المقفول؟ هي مش هتسيب نفسها للقلق. هي أي نعم هتدور على حاجة تفهم منها الكابوس ده، بس ده مش معناه إنها تسلم نفسها. هتدور وهتعيش حياتها. خرجت سحر بنفس الطقس اليومي، بدأت تروح عشان تركب مواصلات. وهناك في الشغل كانت بتحكي لزميلتها على الكوابيس اللي بتجيلها. صافية قالت لهم طالما الكابوس اتكرر فدي تبقى رسالة. سحر سألت رسالة من مين؟ قالت لها من أي حد، من ربنا، من عقلك الباطن، حد بيقدر يعمل تلبثي معاكي. هنا الفرفشة رجعت تاني لسحر ومسكت في كلمة تلبسي وقعدت تتريق عليها. بس صافي كملت بجدية وقالت لها لازم تشوفي الكوابيس دي عايزة منك ايه وتعمليه. سحر فكرت شوية وقالت اللي كان ظاهر في الكابوس الأولاني البحر، بس مش بحر اسكندرية، ده بحر مهجور. قالوا لها سيب البحر شوية، الكابوس التاني الأولاني بقى كان عاوزك تتعلمي سواقة، الكابوس التاني مع الأولاني كان بيوديك الكلية. طبعا هما عارفين سحر فقالوا هتتريق على كلمة الكابوس التاني الأولاني والكابوس التاني، لكن سحر خدت الموضوع جد جدا. خدت إذن وطلعت على الكلية. سألوه عن الشخص اللي كانت مبررة، قالوا امبارح، فقطمت في الكلام وقالت معرفش. اتوترت جدا أول ما شفته، معرفش ليه. راحت سحر الكلية، سلمت على كل الناس، كلت من عند عم عبد الله، أحسن واحد بيعمل فول وطعمية ما يتاكلوش في مصر.
طلعت من هناك على مكان بيعلّم السواقة، دخّلت المفتاح في الكونتاكت كويس، شغّلت العربية كويس، مشيت بيها كويس، لحد ما قابلت في سكتها حد وخبطته.